السلام عليكم. حين نتحدث عن تعديل اللقطات فقد تتوقع أن تحوي الفيديوهات الموجودة بيوتيوب أخطاء، ولكن أن تلاحظ أخطاء بأفلام مشهورة هو شيء نادر ومحرج. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم 10 أخطاء لم يكن من المفترض ظهورها بالأفلام. قراصنة الكاريبين. في مشهد أمر فيه القائد جاك سبارو القراصنة بالانصراف، يظهر رجل يرتدي قبعة راعي بقر وغير مبالي لما يقوله القائد. يبدو وكأن هذا الأخير عضو من طاقم التصوير، ظهر في المشهد دون قصد. جلادياتور. في لقطة من هذا الفيلم لمعركة قرطاج بمسرح الكولوسيوم، انقلبت إحدى العربات وظهرت أسطوانة غاز في الجزء الخلفي، غير أن في تلك الحقبة الزمنية لم يكن لهذا الاختراع الأخير وجود بروما، كما تم ارتكاب أخطاء أخرى كظهور بعض الأشخاص من طاقم التصوير في لقطة لم يكن من المفترض أن يظهروا بها. جوراسيك بارك. إن الخطأ في هذا الفيلم يكمن في دردشة مبرمجي حواسيب مع فيديو مسجل عبر الحاسوب، بينما كان من المفترض أن يتحدث مع صديقه الذي يتواطأ معه. The Usual Suspects. في مشهد قبل تفجير دورية الشرطة، تظهر طائرة بوينغ 747 بمحركات وحادية، ولكن في لقطة هبوطها في المطار تبدو ثنائية. فيلم باد بويز. إن واحدا من أشهر الأخطاء المرتكبة الشائعة في هذا الفيلم يظهر في لقطة مبارزة حادة بين رجلين، حينها ظهر مصور من طاقم الفيلم وهو في وضعية جلوس على ركبتيه يصور المشهد. فيلم كوماندو. في هذا الفيلم يلعب أرلون دور بطل، وفي مشهد منه تعرضت سيارة هذا الأخير من نوع بورش إلى ضرر كبير، غير أن الغريب في الأمر هو ظهورها بحالة ممتازة فقط بعد لحظات في مشهد آخر. يبدو وكأن هذه السيارة السحرية أصلحت نفسها تلقائيا. فيلم نورث باي نورث ويست. إن هذا الفيلم يعتبر من بين أفضل أفلام الرعب والتجسس، غير أنه يحوي فجوة بحيث ارتكب طاقم التصوير خطأ فادحا، ففي مشهد بالكافيتيريا يغلق ولد صغير موجود بخلفية التصوير أذنيه بلحظات قبل أن تسمع طلقات نارية. إن تصرف الطفل قد يكون ناتجا عن إعادة المشهد مرارا وتكرارا أثناء التصوير، وهذا ما أصابه بالانزعاج والفزع، لهذا أغلق أذنيه قبل لحظات إطلاق النار حتى يتفادى سماع الصوت المرعب. تيرمينيتور 3. في مشهد يحاول فيه جون وكاترين الهرب من الآلي المدمر، تظهر مروحية تحمل رقم N3035C، غير أنه خلال مشهد التحليق يتغير رقم تسجيل المروحة إلى N3973F ليعود إلى الرقم الأول في مشهد الهبوط بالمروحية. بريف هارت. إن هذا الفيلم يجسد حقبة ذهبية قديمة، حيث كان يعد الحصان أسرع وسيلة للنقل، غير أنه خلال معركة ظهرت بعض السيارات البيضاء اللون في الخلفية، علما أنه خلال تلك الحقبة لم يكن للسيارات وجود. أمريكان باي. في مشهد من هذا الفيلم تظهر فتاة جالسة على سرير نوم وتحمل بيدها كوبا أبيض يحوي النبيذ، غير أنه عندما ركزت الكاميرا على زميلها الذي كانت تتحدث إليه ثم عادت إليها يتغير لون الكاس إلى الأزرق وعاد للأبيض في مشهد آخر. شكرا على المشاهدة. إن عجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية. تابعنا أيضا على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الروابط أسفل الفيديو.